بمناسبة المدارس كلنا بندور على حاجة نعملها في السندوتشات للولاد وتكون في نفس الوقت موفرة ومغذية وكمان صحية. فالنهاردة بقى قلت أعمل لكم البرجر النباتي وبدون لحمة، حاجة كده من الآخر. وأول ما هتجربوا الطريقة مش هتبطلوا تعملوه. تعالوا نشوف الطريقة. عندي ربع كيلو من العدس بجبة غسلته كويس جدا وسلقته وصفيته من المية، وربع كيلو من الحمص نقعته 8 ساعات، وبعد ما نقعته 8 ساعات سلقته وصفيته من المية، ولازم يكون معاكي طري كده. وعندي بصلايه وسط قطعتها عشوائي، وعندي نص بنجرايه سلقتها، وعندي كمان بطاطسايه وسط سلقتها وصفيتها من الميه، وعندي 2 من خلطه البرجر. دي اكياس من خلطه البرجر حلوه جدا، مش هتخلي البرجر يفك منك ابدا. وعندي معلقه كبيره من الثوم الفريش المفروم. تمام كده. هتجيبي بقى بوله يا ست الكل وتحطي العدس اللي انتي سلقاه، وكمان هتحطي الحمص. يعني شايفين ربع كيلو عدس وربع كيلو حمص هيعمل لي كميه حلوه جدا من الهمبرجر. وهنحط كمان البطاطسايه اللي احنا سلقينها. كله مقطعت البطاطسايه والبصل عشوائي كده، لان كله في الاخر هنضربه في الكبه. وبعد كده هنحط المعلقه كبيره من الثوم الفريش المفروم. اما خلطه البرجر والبنجر مش هنحطه دلوقتي خالص، انا هقول لكم هنحطه امتى. تعالوا بينا بقى على الكبه بتاعتنا. هنحط على الخلطه بتاعتنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون ومعلقه صغيره من البابريكا، ونقلبهم كويس. وبعد ما بتقلبيهم كويس بنحطهم في الكبه ونفرمهم شويه بشويه، ما تحطيش كميه كبيره عشان الكبه تدور معاكي. اول ما تفرميهم وتنعميهم خالص هنحط البنجر. وليه هنستخدم البنجر؟ عشان البنجر هو اللي هيدينا اللون الاحمر. بعد ما نعمناها زي ما انتم شايفين كده وبقت ناعمه معانا، هنحط كيسين من خلطه البرجر، وهنقطع البنجرايه اللي هي نص بنجرايه اللي احنا سلقينها. لو مش عندك البنجر حطي لون احمر غذائي. وبعد كده هترجعيه تاني في الكبه وتديله خلطتين في الكبه. تمام كده. بعد ما حطيته في الكبه وخلطته كويس، البنجر اداني اللون الاحمر القمر ده. لو لقيتيها طريه معاكي هتحطي ربع كوبايه من البقسماط المطحون. لو لقيتيها لما تحطيها في كفه ايدك كده بتلاقيها بتتشكل معاكي ومش طريه معاكي، ما تحطيش البقسماط المطحون. بس لو بعد ما خلطتيها في الكب لقيتيها طريه، حطي ربع كوبايه من البقسماط المطحون واعجنيها بايدك، وامسكي قطعه كده من الخلطه بتاعتك في ايدك، هتلاقيها بتتشكل معاكي تبقى تمام التمام. عندك بقى مكبس البرجر يا ست كل استخدميه، ما عندكيش عادي ما فيش اي مشكله. جيبي اي غطا برطمان عندك وحطي فيه كيس من اكياس التلاجة وافردي قطعه من الخلطه بتاعتنا مقاس البرطمان. بعد كده بقى بعد ما بتفردي القطعه مقاس الغطا البرطمان، بتحطيها على ورق زبده، او ما عندكيش ورق زبده ممكن تقصي اكياس من اكياس التلاجة عادي مفيش اي مشكله. بعد ما بتشكليها زي ما انت شايفه كده بتحطيهم في الفريزر لمده 10 دقايق. بعد ما تحطيهم في الفريزر لمده 10 دقايق بتروحي بقى حاطه في الطاسه زيت، واول ما الزيت يسخن تروحي مطلعاه من الفريزر وتبتدي تحمري. بس لازم درجة حرارة البوتاجاز تبقى متوسطة، مش درجة بوتاجاز عالية عشان ما يتحرقش معاكي ويستوي كويس. بس لازم أول ما تشكليه تحطيه في الفريزر لمدة 10 دقايق عشان يمسك معاكي. أنا حمرته قدامكم أهو عشان ناس كتير بتقول إن هو بيفك منها. هو استحالة يفك منك طول ما انتي حطاله خلطة البرجر، عمره ما هيفك منك. وزي ما قلتلك ما عندكيش بنجر حطي لون أحمر غذائي. بجد يعني تحفة، ريحتها حلوة جدا مليان بالقيمة الغذائية. أول ما بياخد لون على الوش ده بقلبه على الوش التاني، ما بياخدش وقت خالص. ولو عاوزة تخزنيه في الفريزر حطيه في أطباق فل، وبين كل قطعة برجر حطي كيس من أكياس التلاجة وخزنيه في الفريزر. وقت ما تعوزيه طلعيه من الفريزر وهو متلج كده وحمريه في الزيت سخن. يعني طعمه بيبقى حلو جدا في السندوتشات للولاد. شايفين القطعة؟ قطعة الصراحة تخينة ومليانة زي ما انتوا شايفين، وانتوا ضامنين مكونات الحاجة وضامنين كمان نظافتها. عملت 32 قطعة برجر من ربع كيلو عدس وربع كيلو حمص. يا ريت تجربوه تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا مقدما. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير مع أصحابكم، وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. يا ريت تجربوا الحاجة قبل ما تحكموا عليها، لأن أنا متأكدة أول ما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها.